جي من الاخر علاش داك مانويل ماكرون بحال كيتسابق مع الملك ديالنا باش يزور واحد الدول الافريقيه؟ وعلاش الدبلوماسيه المغربيه بالضبط اتجهت للغابون في هذه الوقيته الحساسه اللي مرولينها مع فرنسا واوروبا؟ وما يمكنش تكون صدفه تجيب التزامن مع ايمانويل ماكرون كيأجل الزياره ديالو للمغرب لمور رمضان. واش بغى يسوم مع جداته الساده ديال مرته؟ Il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. كما هادشي بسبب المشاريع اللي كيزاحم بها المغرب فرنسا في افريقيا. داكشي علاش فرنسا كتحرك الخبط السياسي ديالها مع العبيد ديالها حتى في افريقيا. ما علي دخت. واخا انتم صبروا معايا غنجيب لكم كلشي من الاخر. معاك عبد ربي العوني في سلسله من الاخر غنجيب لك كلشي من الاخر بدقائق معدوده. غير ركز معايا نسمعوا القصه من الاول ياك. الرئيس بونغو ديال الغابون، علي بونغو سميتو ياك. الرئيس ديال الغابون علي بونغو هو صديق ديال الملك من شحال هادي، من ايام الحسن الثاني الله يرحمه. ملي كان كيجي با عمر بونغو للمغرب كيتسارع وكيدوز العطله، كيتلاقى مع الحسن الثاني الله يرحمه. عندهم علاقات وطيده الى حد الان، علاقات دبلوماسيه نيفو. دوز معايا الجهه، ماتوا الاباء وبقاو الاولاد وبقات الحلقه غادا مزيان. زيد معايا الجهه الاخرى، فرنسا مع الغابون. ريحه الخبط دابا. فرنسا كدير الغابون العكس ديال داكشي اللي كيدير المغرب للغابون، وخصوصا مع عائله بونغو الحاكمه. كيعتبروهم عبيد، ربما كيشوفوا فيهم نظره المستعمر، استغلال الثروات ديال الغابون ولا شيء يذكر. ماما فرنسا كتنهب بالخيرات كما تعودنا عليها، ولا تعطي الا الذل، وكتضل تشوه في الرئيس ديال الغابون الصحف الفرنسيه ديالها كيف ما كدير معانا حتى حنا ومع كاع الدول اللي كتخرج كتحاول تسل الشوكه دم مع فرنسا. في الحقيقه ما بقيناش كنتسوقوش بالدم ولا بلادو. المهم اللي شافت منه كيبدل الحوار الدبلوماسي ديالو معها، كتجبد ديك العصيه ديالها ديال الصحافه والحريه وحقوق الانسان وديك الفكر الاستعماري ديالها. الغابون باختصار كرهات هذا التعامل وبدات كتثور، كيف ما بزاف ديال الدول الافريقيه كيثوروا في وجه النظام الفرنسي دابا وقبل، لدرجه ان الغابون قررت انها تعلن تغيير اللغه الرسميه ديال البلاد من الفرنسيه للانجليزيه. رساله قاصحه تحت الطبله لماكرون. النظام الفرنسي عموما ماكرون غيمشي ويجي واحد اخر بحاله وغيبقى نفس الفكر الاستعماري ديالهم. يا ربي العقبه لينا حتى حنا تخلاو على هذا اللغه. وهذا الشيء على فكره بدات كتحس به فرنسا. ايمانويل ماكرون هذه شي 20 يوم في القمه الفرنكوفونيه في تونس ما عجبوش الحال وقال هكا بصريح العباره: انا متاسف علاش اللغه الفرنسيه مابقاوش كيدويو بها دول المغرب العربي والدول اللي استعمرنا وداكشي، بحال مخليهم ليه باه. واحد الطريقه كيهضر بها مستفزه كيعصبني انا غنتحزم لولدي. مشينا بعيد تلفنا في النقاش. رجع معايا للغابون. واحد الحاجه اخرى اللي غتصعر فرنسا على الغابون مع الهند والصين وشي دول اخرين امتنعوا عن التصويت ديال قرار المجلس الدولي بخصوص ضم الاراضي الاوكرانيه الروسيه. التخربيق ما عندنا ما نديرو به، داكشي عنده علاقه بالحرب ما بين اوكرانيا وروسيا، وهذا الشيء ما بغاش فرنسا حيت ماشي في صالحها، وكتعتبر كاع الدول اللي استعمراتهم ولا عندها السلطه عليهم خاصهم يصوتوا بحال كيف ما هي صوتات. الغابون قالت لا انا ما بغيتش، انا تجنات. وهنا ركز معايا، فاش كتخربق الدبلوماسيه الاستعماريه الفرنسيه كيدخلوا سيادها في الخط. حيد سبوع داخلي من القصر الرئاسي في الغابون. الملك ديالنا مع ناصر بوريطة، الرئيس ديال الغابون مع الخارجيه ديالهم جالسين كيتحدثوا في المسائل ديالهم. طبعا هادشي يقدر يبان لك عادي، اصلا جلاله الملك محمد السادس كيمشي بزاف ديال الدول الافريقيه لا هاد التوقيت بالضبط ماشي عادي. هدف دبلوماسي من المغرب حتى الغابون بحال الهدف ديال الصابري من القنت حتى الشبكه. هذا تقريبا ممتاز. وانت السي الرئيس ديال الغابون حنا معاك، العلاقات ديالنا قويه. هاك واحد 2000 طن ديال الاسمده. المشاكل ديال الفلاحه خذ، فك المشاكل. الامن الزراعي خذ لك، حنا لوين. طبعا هاد الهبه ديال 2000 طن راه غير هديه رمزيه، بروتوكول كيتاع، ولكن المشاريع اللي داخل فيها المغرب والغابون كبيره بزاف، كيستافدوا منها الاقتصادات بجوج، ماشي بحال فرنسا. المستفيد الاكبر هو الاقتصاد ديال فرنسا. اصلا اقتصاد ماما فرنسا شحال هادي في التاريخ ديالو تبنى على ضعف الاقتصاد ديال الدول الافريقيه اللي منها حنا طبعا. ولكن هذا الشيء حسب ما كيبان لنا حنا المغرب كيدير العكس ديالو، خصوصا في الاقتصاد. المبدا ديالو وين ربحانه. وانت في الغابون المغرب مستثمر في المجال ديال البنوك، في الاتصالات، في المناجم ديال الذهب اللي الخبرات المغربيه كيخدموا فيه تما. وعاد شي مشروع ديال المصانع الاسمده اللي اصلا محتاجه الغابون باش يديروه، فيه شي 2 مليار وشي حاجه باش تصنعوا عليه في 2017 وقيله، ولا ما عقلتش السنه. المهم يصنعوا عليه. وهذا الشيء كامل اللي كتسمع راه غير الغابون. استراتيجيه المغرب ديال جنوب اللي كنبقاو نسمعوها بزاف في التلفازه، كتبقى تسمع جنوب مره كدوز عندك وما كنردوش لها البال. هي بصح استراتيجيه ذكيه بزاف، لانها كضرب عصفورين بحجر واحد. البناء ديال العلاقات الدبلوماسيه الصحيحه اللي من خلالها كنشوفوا شكون معنا وشكون ضدنا، زائد الربح الاقتصادي ديال الدول اللي كنشاركوا معها والاقتصاد ديالنا حنا. جوج حوايج. استراتيجيه دبلوماسيه ذكيه جدا اللي تخلي مشكل بسيط
خيط ما بين فرنسا واي دوله افريقيه ولا اي دوله اخرى مع دوله افريقيه، كيدخل المغرب في الخط وكيقول لها انا معك، الشركات عندي، الخبرات عندي، بغيتي تحفري عندي، لي سيرفيس عندي. بحال دابا التوتر ما بين فرنسا والكابون يدخل في الخط المغرب ويعوض الشركات، يعوض الخدمات، نستفيد اقتصاديا ودبلوماسيا. بطبيعه الحال ماشي بنفس السهوله ديال نحرك هكا وهكا، لا داك الشيء فيه بزاف ديال التعقيدات وانا ماشي خبير اقتصادي اللي غنشرح كيفاش، ولكن الظاهر من الخطه انها بحال هكا، تقدر تستغرق عامين، تقدر تستغرق 10 سنين، 20 عام. المهم المغرب صبعه تما. بلاتي ما نساوش بانه كاين واحد العصفور ثالث، العصفور الثالث هو ملف الصحراء المغربيه اللي الكابون كتدعمو من شحال هادي وحال السفاره ديالها في العيون. اي دوله كنتعاونوا معاها في القضايا ديالها ولا في الاقتصاد ديالها كتعاون معنا وكنتعاونوا معاها، كنكونوا ديما كنشوفوها بالنظاظر ديال الصحراء المغربيه، كنحيدوش النظاظر، كنخليهم ديما هكا معانا مزيان، ما معاناش الله يعاون. هادشي بطبيعه الحال اللي ما بغاتش تقبلوا فرنسا او لا عنادا منها وباقي عندها فكر استعماري ديالها، كتقول لك لا انا ندير اللي بغيت، كيهمنيش انا القضيه ديالي. المهم هادشي من الاخر. طبعا حنا ما درناش هاد الفيديوهات باش نقول لكم دير لايك ولا دير فولو لي زابوني، هادشي كنديروه كايكيب كبيره ها هما باش نحاولوا نبارطاجيو بزاف ديال الاحداث والمعلومات في دقائق معدوده. المطلوب هو انك تعاوننا في نشر المعلومه اكثر من انه دير لي لايك ولا ابوني. تبارطاجي المعلومه غيفيد بزاف الناس وغيفيدني بطبيعه الحال حتى انا، غيفيدنا بطبيعه الصراحه حنا كاملين. اخوان تهلاو تبارك الله عليكم، يبقى بيناتنا من الاخر، نتلاقاو في فيديو جديد. طيعكم.